غايبين عن بعض فترة طويلة، ولكن بس بيشوفك ما بتحسي انه والله انبسط هالبسط الكبير، بالعكس بكل برودة بيقول لك لشو جاي، شو جاي تعملي هون؟ وبيطلب منك بعدين انه مين ما التقيتي بتخبري انه انت مرتي. قولي لهم انه انت اختي. تسالي انت ليش؟ بيقول لك ما كرمال الشغل، لانه لما عرضوا علي الشغل انا كذبت وقلت انه انا اعزب. طبعا انت هالقصه ما مرقت عليكي ابدا. طبعا حسيتي انه في شيء اكبر من هيك عم بيخبيه. طبعا. هلا اول ما وصلتي على البلد الخليجي نزلتي باوتيل على اساس انك عارف انه هو عايش مع شباب، مسكن جماعي مع شباب. بهالفتره هال10 ايام اللي بقيتيهم لحديت هلا بهالدوله بالاوتيل ما اجى لعندك الا مره واحده. بعدين عرفتي انه هو منه ساكن ببيت جماعي، بالعكس ساكن ومستقر ومرتاح كثير كثير منيح. لما سالتي عن موضوع الشغل، لما سالتيه عن موضوع الشغل جاوبك انه ما قدر يلاقي، وطلب منك تضحي سنه كمان مشان حبكم. سنه هو هون يعني بهالبلد وانت ببلدك، عم يطلب منك انك ترجعي تمضي العقد بالمدرسه. وقتها حسيتي انه عن جد ما بده اياكي. هل بترجعي على بلدك او بتحطيه قدام الامر الواقع وبتضلك عنده؟ كمان هون بدي ارجع لاصدقائك. شو عم تتعبي من هالقصه؟ خلينا ناخذ راي نجوى بالموضوع. نجوى، شو هالبسام؟ من وين جبتوا لنا هالبسام؟ او خلينا نسال ديما اول شيء. ديما. نعم. لا بس شو السؤال بالضبط؟ مالك انه بدي اعرف منها بعد ما فهمت انه فعلا في شيء تغير، فعلا ما بده اياها، ما بقى بده اياها، شو بتعمل؟ هل بترجع على بلدها وبتشوف حياتها، او بالعكس بتحطه قدام الامر الواقع وبتضلها عنده؟ هلا بنرجع نفسها لاول نقطه اللي انت قلتها، انه هي اخذتها ضد اهلها. فهمنا انه انت معارضه هلا. لا مو على معارضه، فهي صار في عندها مشكله انه هي ممكن اهلها ما يستقبلوها. عرفت شو قصدي؟ أوكي. فانا بظن لا، اذا هي خسرانه اهلها وبقي لها هذا الشخص اللي هي ممكن تتحدى العالم ومتحدي العالم مشانه، نعم. فانا بظن لا، بتواجه الموقف بقد ما بتقدر. أوكي. واذا ما لقيت في مجال انا بظن انه لا تترك. بس يعني الاحتمال الاول اللي بقوله والاكبر هي انه بتبقى مشان تواجه القصه كلها. نعم. بتضلها هونيك لتفهم شو عم بيصير وتحاول تصلح اذا بعد في شيء يتصلح. بدي ارجع لست نجوى. عاده ما كثير عم تتفقوا انتم مع بعض بالاراء انت وديما، ولكن هون شو بتعمل برايك ست مها؟ اذا حسيت انه هذا طبعا غدر كثير كبير لإلها. انا كمان هون مو مثل راي ديما، لانه مها بتقدر تكون ناجحه. نعم. بدون اهلها ومع اهلها وبدون زوجها بتقدر تكون ناجحه. فاذا حسيت انه بهالبساطه بهالسعر الرخيص تركها، اكيد ما لا رح ترضى، رح ترجع ورح تساوي لحالها شيء كبير. يعني رح ترد عليه انه رح تكون انجح منه، رح تنتقم منه يعني. مو انتقام، هذا نوعها انه هي هالشغلات الغدر يلي ممكن تصير معها بتتجاوزها انه هي بتنجح. نعم. الغدر بتتجاوزه بالنجاح، فهي قادرة انه هي لو انه هو نضيف معها كان فيها حتى تدفشه للنجاح. نعم، بس هو ما كان قد المستوى. ما له قد النجاح. نعم. وغدر كثير، بعدين ما في اولاد كمان. صحيح، فاسهل العمليه. شكرا ست نجوى. موافقه على كلام نجوى. ما بدي اياك تتسرعي، ما بدي اياك تتسرعي، بدي اياك تاخذي وقتك وتفكري بكلام ديما كمان اللي رايه كان مختلف عن راي نجوى. ورح ارجع لك بعد لحظات لاسمع منك قرارك النهائي. هل رح ترجعي على بلدك وتعملي اللي قالت لك عنه ست نجوى، او بالعكس بتضلي عنده لتحطيه قدام الامر الواقع وقدام مسؤولياته؟ ورح ارجع لك من بعد البريك. مشاهدينا، قررت ضيفتنا تروح لعند زوجها يلي تغير كثير، عم تكتشف انه فعلا تغير في اشياء كثير، بدها اعاده النظر. شو رح تعمل؟ رح ترجع على بلدها بعد ما فهمت انه هو ما بقى بده اياه، او بضلها عنده حتى تصلح ما يمكن تصحيحه؟ من بعد هالمحطه الاعلانيه رح نعرف الجواب النهائي لضيفتنا، فخليكم معنا.
من جديد برحب بجميع مشاهدي لو فرضنا بهالحلقة الخاصة بالفنانة مها المصري اللي تحولت لمعلمة مدرسة. تزوجت عن قصة حب رغم معارضة أهلها وأهله. زوجها اضطر أنه يسافر، ولكن من بعد ما سافر حست أنه في شيء تغير، في شيء انكسر، فقررت أنه تروح لعنده لتعرف شو عم بيصير. هناك تفاجأت أنه تقريبا ما بقى بده إياها. قبل الفاصل سألناها شو بتعمل، هل ترجع لبلدها لتكفي شغلها هنيك وتنساه، أو بتضل عنده حتى تحاول تصحح ما يمكن تصحيحه. خلينا ناخذ الجواب النهائي من ضيفتنا مها المصري. كمان مرة ديما ونجوى منو متفقين بالرأي. أنت أكيد فكرتي بهاي بدك تاخذي القرار اللي بتحسيه الأقرب لشخصيتك. شو قررتي تعملي؟ هلا ديما بتحكي انا بعرف، لانه هي بتعرفني اني انا كثير بتحمل وكثير بحاول، صبوره يعني، من النوع اللي بتحمل، بحاول كثير شيل شوي. ايه بس هلا صار في كذب بالموضوع، يعني انسان كذب علي وما صادق معه وما كان مضطر انه يكذب علي. يعني بأي موضوع عم تفكري؟ بموضوع البيت؟ ايه موضوع البيت كذب علي، موضوع انه هو امن شغل لناس وما امن لي، معناتها هو ما بده يعني، معناتها هذا ما كان حب حقيقي. وطالما شيء يعني علاقه بدايتها صارت انبنت على الكذب، فما بتخيل في استمرار يعني. هلا غير الكذب كمان انت عم بتحسي انه حتى من ردود فعله معك تغير شوي، يعني كيف استقبلك مثلا؟ قاعده انا بالاوتيل 15 يوم او 10 ايام، يجي مره واحده يشوفني، معناتها ما انه حريص علي وما انه مشتاق لي وما بده يعني رافضني، يعني صار في شيء بمس كرامتي. هلا انت بموضوع حماتك مثلا حسيناكي انه بتعطي من نفسك، بتعطي من حالك، بتضحي شوي، بس كمان هو عم بيعيش مشاكل بشغله، مشاكل نفسيه. طبعا اكيد بدي احاول، يعني ما خلص بحمل حالي وبسافر وبقول له انتهى اللي بيني وبينك وطلقني لا، بدي احاول، بدي اعمل في محاوله اني اشوف ليه هيك تصرف معي، ونقعد ونحكي بصراحه، يعني افهم منه بالضبط انه هو بده ياني ولا لا، او بده يعني يخليني انزل ارجع على بلدي لمجرد انه حتى يخلص مني، او لكن مبدئيا ما بترجعي دغري؟ ترجعي دغري على بلدك ولا بتضلك هنيك؟ لا بدي احاول، لا طبعا في محاوله. نعم اكيد بدي احاول، مو بسهوله، وفي سبب مثل ما قالت ديما اني انا متجوزته غصبا عن اهلي. بس شفتك موافقه كثير اللي قالته نجوى، ست نجوى، انه ما في اولاد فهين طبعا. وهي عم اقول لك يعني انه كمان ما في اولاد هو اكثر شيء اللي بيكسر، بخليك تتنازل الاولاد، يعني تحاول مشان ما يصير ما يكونوا هن ضحيه، يكونوا ضحيه. نعم. لكن بدك تبقي عنده لتحاولي تفهمي وتجربي، ومن بعدها بركي بترجعي. قلتي له يا بسام هيدي منا عيشه، انت ببلد وانا ببلد، وبفضل انه انا ابقى معك لو شو ما بده يصير. وقتها هو بينتفض وبيصرخ بوجهك وبيقول لك مها قلت لك لازم تنزلي على البلد، يعني لازم تنزلي على البلد، انا الزلمه وانا اللي بقرر. بعد اللي سمعتيه انت تاكدتي انه بسام تغير وفي شيء صار بعقلاته، ووصلتي للقناعه انه قعدتك عنده ما رح تنفعك بشيء، ما في وراها ولا منفعه. ما عاد عندك الا اسبوع لتجددي عقدك، فاحسن ما تخسري عقدك مع المدرسه بتقرري ترجعي على بلدك. فليتي من عند بسام على زعل، ولما رجعتي اخذتي شقه صغيره، طبعا ما بقى بدك تقعدي مع حماتك، وقعدتي فيها. الاتصال بيناتكم مقطوع، صار لك 6 اشهر ما حكيتيه ولا وصلت لك منه رساله، بس اخباره عم توصلك من كتار ناس. اخر خبريه عرفتيها انه ترك الخليج وراح وين؟ على افريقيا عند خاله. وقتها انت فكرتي انه معقول كثير يكون عم بيحقق حلم حياه امه وعم يتجوز بنت خاله، هيدي اللي كانت حابه حماتك انه يتجوزها بدالك. هالشيء بيزعجك بينك وبين حالك، وبتحسي انه ضحيتي كثير كرمال شخص ما بيستاهل. هل بهالموقف بالتحديد تطلبي الطلاق مباشرة، أو بتضلك ناطرة على أمل يصير شيء، يتغير شيء؟ هلا طالما إنسان خلص انتهى من قلبي وما عاد يشكل لي أي شيء،